مساء الخير. اليوم غنحضر معكم شباكية معلكة مجعبة وشاربة العسل كتذوب في الفم بمعنى الكلمة، والأهم أنها اقتصادية بدون دلك ولا مجهود وبمكونات بسيطة بدون لوز ولا خميرة ولا بيض وبلا تشباك. أيضا طريقة سهلة ومختصرة، ما غنحتاجو معاها لا ماكينة ولا جرارة، فبقاو معايا حتى لآخر الفيديو. وحتى طريقة التعسال الصحيحة اللي ما كتخليش الشباكية كتنشف طول المدة. قبل ما نبداو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناة اللي مازال ما اشترك، ومرحبا بكم. في كأس كهربائي او مكسور غادي نضيف كأس ماء الزهر دافئ، الكأس مقياس كأس العنبة، وكأس ماء دافئ ونصف. كذلك غادي نضيف كأس الزبدة اللي ذوبتها من قبل، تكون حيوانية من الأحسن، وإلا ما كانش تستعملوا زبدة كرواسة كتجي مورقة من الداخل ومجعبة كذلك. وكذلك غادي نضيف كأس من الزيت النباتية، وكأس جلجلان اللي هو السمسم، ما محمر ما مصهد، فقط كطحنوه جيدا حتى كيتعلك. ندوزو المنكهات. غنضيف معلقة كبيرة كل من القرفة، معلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من حبة حلاوة أو النافع، يمكن لكم تستعملوهم بجوج، كيكونوا مغربلين جيدا باش كنتخلصوا من جميع الشوائب. وكذلك غادي نضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض أو الخل اللي كنستعملوه، وناخد معلقة من الدقيق نضيف ليها كيس من خميرة الحلويات، نخلطهم ونضيفهم. وهنا غنطحن المكونات جيدا مدة دقيقتين. بالنسبة للمقادير بالجرام وبالميلي كتلقاوهم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. من بعد غادي نضيف الخليط في القصعية أو إناء اللي غنخدم فيها. من بعد نضيف الدقيق تدريجيا مع الخلط، كنضيف 4 كؤوس هنا عندي، وكتحاولوا انكم تدخلوا الدقيق في الخليط جيدا باش هكا تندمج لنا المكونات. بالنسبه لهاد الطريقه ديال الكأس الكهربائي ما غتحتاجوش تعجنوا، فقط كتخلطوا المكونات جيدا وكتدمجوهم. كنضيف الدقيق القليل في القليل وكندمج جيدا العجينه حتى نحصل على عجينه متماسكه لينه، ما تكونش قاصحه ما تكونش كتلتصق. تقريبا انا هنايا ضفت 11 الكاس اللي هي كأس العنبة اللي هي كيلو وكأس. من بعد نوضعها فوق سطح العمل، وكنقسم العجينة على 6 ديال الأجزاء، وانتوما على حساب سطح العمل غتقسموها. من بعد دائما نرش الدقيق، ناخد كل جزء وكنطلقو بالمدلك، كنطلق على الطول وعلى العرض. كتحاولوا ترشوا الدقيق، الا كانت تلتصق ترشوا القليل من الدقيق، وكنطويها على 3 ديال الطيات. من بعد ناخد كيس بلاستيكي هكا باش ما تنشف ليناش العجينه، وكنتهي بهذه الطريقه. وضروري توضعوها في كيس بلاستيكي. مباشره ما كنتهي ما نخليها لا تختمر او ترتاح. كناخد الجزء الاول اللي بديت به، نطلقو بالمدلك على هذه الطريقه. كنطلق العجينه بسمك اللي هي رقيق، وما كترقش بزاف حتى كيبان سطح العمل، فقط 1 سنتيم. نزيل الجوانب بالموس او القطعه،
كنقاد العجينة على هذا الشكل. من بعد نرش الدقيق ونطوي العجينة على 5 ديال الطيات يكونوا متساويين. كترشوا الدقيق باش بين كل طيه والاخرى ما تلتصقش. من بعد في هذه المرحله ما نخليوهاش ترتاح نهائيا، مباشره ما كننتهي كناخد قطاعه البطاطا، ويمكن لكم تستعملوا الجراره. بالنسبه لهذه القطعه ما كتخليش العجين او طيات العجين ما كيلتصقوش، وكتبقى حاجه اضافيه للشباكيه. كما كتشوفوا ناخد كل شريط ونحاولوا اننا نقرصه بالاصابع جيدا في الجوانب، نقدها بالموس وكيكون هذا هو شكل الشباكية في الاخير. طريقة سهلة جدا ورائعة، خصوصا بالنسبة للناس اللي كتجيهم طريقة التشباك صعبة. هذه اسهل طريقة، كتجي مشبكة بدون تشباك. وكننتهي بهذه الطريقة حتى نكمل جميع الشباكية. طريقة سهلة جدا. نحاول نعاودها معكم عدة مرات باش تعقلوا على الطريقة. من بعد ما كننتهي كنوضع الشباكية في لاطة ونخليها كتنشف. الا درتوها الصباح كطيب في العشية، والا درتوها في العشية كطيبوها في الليل او حتى للصباح الاخر، راه ما غادي تخسرش وكتبقى محافظة على الشكل ديالها حيث ما فيهاش الخميرة اللي كنخافوا منها. من بعد نحضر العسل اللي كنت صوبته معكم، تلقاو الرابط في صندوق الوصف. طريقة كذلك سهلة في تحضير العسل. كنسخن العسل جيدا. هذه هي الطريقة اللي ما كتخليش الشباكية كتنشف وما كتهرش من بعد ما كطيب، ونوضعها في العسل. ناخذ كذلك مقلة اللي وضعت فيها الزيت حتى كيسخن جيدا. ما كنوضع الشباكية كنقص الحرارة وكنخليها طيب على خطرها، كتاخد حقها في الطياب. كناخد عود او فرشيطة وكنحاول ان كل حبة كتحمر كنقلبها للجهة الاخرى، كطيب على خطرها. من بعد ما كتحمر كنصفيها جيدا من الزيت ونوضعها مباشرة في العسل. العسل اللي يكون سخون كيكون سخنته من قبل كما قلت لكم، ونخليها حتى كطيب المقلة الثانية. عاد نخرج الشباكية الاولى من العسل. وكنكمل بهذه الطريقة. كنوضع مقلة كتقلى وكنستقطروها جيدا. من بعد ما كان يمكن لكم تاخذوا جوج ديال الكسرونات الا كانت العسل سخونه كما حضرتها. عطيتكم الطريقه ما غتهرش الشباكيه نهائيا وغتشرب العسل جيدا. يعني واخا تستقطروها الحبه كتبقى ثقيله بالعسل ديالها. وكتكون هذه هي الشباكيه اللي حضرنا بكل
دقة وسهولة بمعنى الكلمة، كتجي رائعة شكلا ومذاقا. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ، كتاخدو بواطة محكمة الإغلاق، كتوضعو الشباكية و بابي أليمونتيغ بين كل طبقة و طبقة، كتغلقو عليها كذلك و توضعوها في المجمد، كتبقى كما طيبتوها ما كتنشفش و كذلك ما كتهرش نهائيا، كتبقى مدة شهر أو شهرين. كنتمنى الفيديو والوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. إلى حلقة قادمة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومع السلامة.